ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السابليه القمر اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم في الجمال؟ سابليه حاجة كده في منتهى الروعة والرقة. شوفوا النعومة، ما شاء الله، حاجة كده روعة روعة روعة. هنعمل مع بعض النهارده كده السابليه الرقيق اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عملنا بأشكال مختلفة، وشوفوا ادي شكل والشكل التاني. ومش هطول برضو عليكم الفيديو، شوفوا اشكال وتسوية مفيش بعد كده. هنجيبه 200 جرام من السكر البودر، انا طحناه في البيت السكر العادي. ونجيب كمان 400 جرام من الزبدة بحرارة المطبخ. تمام، زي ما قلت لكم انا بستعمل الدقيق الدوبيلا، ده جميل جدا في الحلويات. جبنا طبعا 2 حبة من البيض، وال400 جرام من الزبدة، وال200 جرام من السكر. هنخلط الزبدة في ايه؟ زي ما انتوا شايفينها كده في العجان. وحطيت عليهم طبعا السكر البودر عشان يتخفق كويس. وطبعا كل شوية بقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان اجيب ايه كل الزبدة من تحت ومن فوق كده، عشان ايه تبقى هشة وتبقى بيضة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تبقى زي شبه الكريم شانتيه. بعد طبعا ما الزبدة اتخفقت كويس، بنضيف الاتنين حبة بيض، بس بنضيف واحدة واحدة، وعليهم طبعا شوية الفانيليا او رشة الفانيليا، لغاية ما يبقاش في اثر للبيض خالص، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اهي شفتي بقت هشة وجميلة شبه الكريم شانتيه بالظبط. تمام كده، خفقناها كويس جدا جدا. وطبعا ايه، لو اول مرة بتشوفي قناتي، انا اسمي اميرة المسلماني. تمام، هنضيف بقى ايه ليها الدقيق، 700 جرام من الدقيق. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل على الدقيق كده بالزبدة والسكر والبيض، نقلبهم. طبعا نحط رشة الملح في اي المعجنات، ما تنسوش طبعا ايه رشة الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما قلت لكم الحلويات مش بتعوز عجن، بتعوز بس ان انتي ايه تقلبي كده التقليب، عشان طبعا ايه ما يبقاش فيه نسبة الجلوتين، ما تبقاش في الحلويات عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لغاية العجينة كده تبقى يعني متماسكة، بس في ذات الوقت ان هي طرية. طبعا دول الاشكال اللي انا استعملتهم وشكلت بيهم اشكال مختلفة. لو انتي عندك اشكال اي شكل انتي تحبيه او تفضليه، برضو انا استخدمت الشكل ده. طبعا انا بشتغل فيها على طول، في بيقولوا بيسيبوها في التلاجة ساعة او ساعتين، لا انا بشتغل فيها على طول. ممكن اما اقطعها بحطها في التلاجة شوية قبل التسوية. يعني حطيتها في التلاجة، حطيت واحدة هوريها لكم، وحطيت ايه واحدة واشتغلت فيها على طول برضو هوريها لكم. دي برضو بحط ورق الزبدة كده او كيس نايلون عندك، وتفردي كده بايه بالفرادة بالشكل اللي انت شايفاها دي، وتقطعي باي قطعة انت ايه عندك. شوفي اهو قطعت بيها، وادي السمك بتاع الايه السابليه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اشكال مختلفة، واعملي بالشكل اللي عندك، اي شكل عندك اعملي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ايه لو عايزة تعمليها كده بالنص، تجيبي اي شاليمو عندك وفي النص كده، وتنزلي ايه في نصها بالشاليمو تخرميها. طبعا وانتي بتشيليها بالشكل ده، اي سكرابر عندك، اي حاجة، اي اللي هي اي حاجة مسطحة يعني. اهي شوفي دي اللي انا كنت حطاها في التلاجة، شوفي بتتشال برضو بسهولة، مش بتاخد وقت معاكي زي ما انتي شايفة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي سهلة وسهلة التشكيل اهو. بشيلها كده واحدة واحدة، دي اللي انا حطيتها في التلاجة والعجينة بتاعتها نشفت. ودي عادي زيها.
دي اللي طبعا العجينة ما نشفتش، دي بشتغل برضو بيها على طول، مش مفيش مشكلة لان العجينة معايا متماسكة. يعني هي اللي بتقعد في التلاجة بتبقى سهلة شوية، بس دي برضو سهلة مش صعبة. اهي قطعتها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. كده ايه الصينية بتاعتنا اتملت، وادي الشكل اللي احنا عملناه مع بعض. عملت واحدة سادة وواحدة مخرومة كده بالشاليمو. طبعا انا مسخن الفرن، انا بشتغل وفي نفس الوقت انا بسوي السابليه. ودي شكل، وادي شكل طبعا من السابليه. طبعا انا بسخن الفرن الاول على 180 درجة، وبعد كده بسويه على 160 درجة. وادي شكل سابليه، ده شكل تاني اهو. طبعا ايه ما ننساش ان احنا نعملها بالشوكة كده، نخرمها علشان ايه ما تنفخش. وادي كمان شكل اللي عندك اعملي بيه. وادي ما شاء الله بعد التسوية، شوفي الشكل جميل والتسوية رائعة رائعة. بصي كله شبه بعضه، والتسوية واحدة، ومفيش واحدة محروقة ولا واحدة غامقة ولا كده، كله 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 ما شاء الله. يعني مسويه في 160 درجة. طبعا ده صوص الكراميل انا كنت عاملاه معاكم وهنزل لكم اللينك. دي شوكولاتة بيضة وشوكولاتة ايه بالحليب. طبعا على كل واحدة حطيت معلقتين زيت، ودخلتهم الفرن سيحتهم. طبعا ايه هنلزق مع بعض كده. عايزة تلزقي بالمربى بتاعت المشمش اوكي، عايزة تلزقي بشوكولاتة اوكي، عايزة تلزقي بأي حاجة عندك عايزة تلزقي بيها، اللي انتي بتفضليه واللي انتي بتحبيه لزقي بيه. انا لزقت بصوص الكراميل عندي، او لزقته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه تلزقي بالشوكليت اوكي زي ما قلتلك، او بالمربى المشمش. طبعا هنجيب ايه الشوكليت اللي احنا سيحناه، ننزل كده بالسابليه. ننزل واحده واحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم واحده واحده ومعاكم خطوه بخطوه. بسم الله. وادي السابليه التاني اللي هو كان في الكبات اللي هي التانية، بس انا طبعا دي هعملها مقلوبة علشان احط عليها بندق كاجون فستق اللي عندك اللي تزيني بيه. سيحت الشوكليت برضو الوايت، وشكلت وجملت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اشكال مختلفة طبعا ايه ورسومات مختلفة، ومعاكم بوريكم افكار، وانتي خدي الفكرة اللي تحبيها والفكرة اللي تريحك اعمليها. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت اهو بالوايت شوكليت. طبعا جبت شوية من الشوكولاتة الحليب، ونزلت كده حطيتها بأي كيس حلواني عندك، كيس التزيين. وتنزلي برضو كده ايه على السابليه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. سهل جدا وتزيين سهل، وحاجة تزيين مش معقد ولا اي حاجة. حطيت كده ايه الشكل ده، وحطيت عليه بيكان. عايزة تحطي بندق لوز، مش عايزة تحطي مكسرات خالص زي ما تحبي. انا برضو ايه حطيت واحدة لوز كده، واحدة بندق. ادي برضو شكل مختلف بالبندق. ونزلت ايه بشوية كده عليهم بالوايت شوكليت. ادي ايه ممكن نرسم الرسمة دي كده او الرسمة دي. ننزل برضو عليهم ايه على البندق كده، ونجيب كده الايه الشوكولاتة على كده. يلا بينا اهو نرص بقى. بصوا انا معاكم خطوة بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال ما شاء الله، شوفوا الحلاوة، شوفوا الرسومات. وبصي يعني بحاجات بسيطة جدا، ولا حاجات بقى وتزيينات مختلفة ومش عارفة ايه، كله حاجات موجودة عندك في البيت. شوفي رقيقة جدا جدا. وشوفي السابليه المقلوب
وعليه البيكان من فوق. عايزة تحطي بندق، عايزة تحطي لوز، اي حاجة. بصي ما شاء الله شكلها تحفة تحفة ما شاء الله. السابليه حاجة في منتهى الروعة، ويعني انتي شايفاه هو بيتحدث عن نفسه. ان شاء الله كده تكون عجبتك الطريقة والفكرة البسيطة. بصي ما شاء الله حاجة رقيقة كده، والفينجر برضو شكله حلو قوي قوي. بصي السبليهاية كده حاجة في منتهى الروعة. يعني بصي زي بتاع المصانع، ده احلى من بتاع المصانع كمان ما شاء الله. طعم وريحة لا تقاوم. بصوا الرقة، بصوا ناعمة جدا، وكمان الكراميل مع الوايت شوكليت كده حاجة بتدوب في البق. ممكن تحطيها برضو لو انتي عندك اوردرات ولا حاجة، تحطيها بالشكل ده، او تحطيها في العلبة اللي انا برضو حطيت فيها دي. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة، ويكون معلش هو الفيديو طويل شوية وصوتي رايح خالص خالص. انا بعتذر لكم على صوتي، لان انا تعبانة والله من اول رمضان الحمد لله، بس بحمد ربنا على اللي ربنا بيديهولي، الحمد لله على كل شيء. يا رب الفيديو يكون عجبكم وقدرت اوصل لكم المعلومة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.